تفاصيل صادمة يرويها قيصر السوري. شارك هذا المقطع على أوسع نطاق بارك الله بك وشاهدوه. الساحة المخصصة لتجميع الجثث، شاهدت جثث شيوخ وشباب تم تعريتهم من ثيابهم وألقيت جثثهم بشكل عشوائي وشكل غير أخلاقي وغير إنساني على الأرض. شعرت بأنني داخل مسلخ بشري، منظر محزن ومؤلم تقشعر له الأبدان. شعرت أنني داخل آلة قتل تعمل ليل نهار، يديرها أشخاص لا ينتمون للبشرية بأي شيء، حولهم حقدهم إلى وحوش بشرية. أحسست بالذهول والصدمة من هول وفظائع أثارت التعذيب على الجثث.